يا مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده مع بعض هنعمل صينيه بطاطس. مش هتاخد مننا وقت، سريعه جدا وبسيطه ومش هتاخد اي وقت خالص. هحضرها في 10 دقايق. اول حاجه جبت كيلو من البطاطس، جبت قرنين فلفل واربع طماطمات واربع حبات طماطم وقرنين فلفل حار وبصلتين، وقطعته كله كده جوليان، واقطع البصله بالشكل ده. وبعد كده اجيب الكبه وهنزل بيها بقطعتين من البصل وقطعتين من الفلفل وقطعتين من الطماطم. وبعد كده هركنها على جنب لما اقطع الطماطم كويس. وبعد ما اقطع الطماطم على جنب هسيب كل ده واضرب في الكبه الصغيره. بس بعد ما اخلص الكميه تقطيع الطماطم هنزل كله في قلب البوله. هننزل بالخضار اللي انا قطعته كله وهركنه على جنب شويه. وبعد كده هجهز الكبة، هنزل ملح وفلفل وبابريكا ومعلقة من الزيت، وهنزل عليها بنص كوباية من المية، عشان انا كنت فاكرة ان هي هتضرب كده على الفاضي بس ما ضربتش، لازم ننزل بنص كوباية من المية. وبعد كده بعد ما اضربهم هنزل بمعلقة من الصويا صوص ومعلقة من الدبس الرمان وهضربهم كويس. وبعد كده هقطع اللحمة مكعبات صغيرة عشان تستوي معانا بكل سهولة. ما يعني نقطعها مكعبات صغيرة زي ما بقولكوا عشان ما تاخدش معانا سوا. بعد ما اخلص الكمية واخلص التقطيع كده هنزل ببايركس، هنزل بيه في اللحمة. وبعد كده هنزل عليه بالصوص اللي احنا عملناه كده يتشرب منه، بس يعني حاجة بسيطة. وبعد كده هنزل على طول اول ما اقلب اللحمة بالصوص هنزل بالبطاطس، وبعد كده هقلبها تقليبة بسيطة وهنزل بالخضار على طول اللي انا قطعته معاكم. وبعد كده انا فاتحة الفرن مسبقا تمام على اعلى درجة. اعلى درجة عندك في الفرن افتحها عليها بس. وبعد كده هغطيه، هجيب له الفويل وهغطيه هلفه كده. بس هنزل بنص كوبايه من الشوربه عليها ملح وكمون وفلفل اسود، يعني تظبط الملح حسب الرغبه. وبعد كده اقفل البايركس واسيبه في الفرن. واول ما يخش كده على السوا اروح على طول حاشة الفرن. سوري، حاشة الفرن واخليه ياخد بس لون كده، يعني الوش ياخد كده لون بسيط. وبعد كده هطلع بجد طعمها حلوة جدا وبسيطة وما اخدتش وقت وصحية في نفس الوقت. يعني ما عملناش حاجة، كله ني في ني مع بعضه. حتى اللحمة طلعت نفس السوا، فبجد حلوة جدا. وياريت تقولوا لي ايه رأيكم، وان عجبتكم ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك. ولو حابين وكمان هوريكم كمان انا عملت ايه رز. انا عملت حبة رز كده، ولو عايزين الفيديو بتاع الرز قولوا لي في الكومنتات وانا انزله لكم. مع السلامة.